كتير منكم نفسه يشتغل لوحات بالمعجون البارز ويعمل بيه شغل كتير، ولكن مش عارفين المواد اللي بيتكون منها المعجون ده، ويجيبوا المواد دي منين، وكمان ايه البدائل بتاعتها. فتعالوا النهاردة ان شاء الله هنتعرف على شكل العبوة بتاعة المعجون اللي انا بستخدمها بشكلها عامل ازاي، وكمان هنعمل 2 من البدائل معاه، وهنشوف النتيجة بتاعت كل بديل من دول، وكمان عامله لكم بلون مختلف عشان تعرفوا النتيجة وتعرفوا الفرق، وتشوفوا تأثير المعجون فيه هيكون عامل ازاي، بحيث لو ما عرفتوش تحصلوا على المادة الأساسية تقدروا توفروا أي مادة تانية وتشتغلوا على طول. كنت نزلت فيديو قبل كده عن المكونات بتاعة المعجون، ولكن ده كان بنشتغل بيه على الخشب. فلو عايزين المعجون بتاعنا نشتغل بيه على الكانفاس، وده جسم بيكون طري شوية أو مرن شوية، فمحتاجين نعمل القوام يكون أكتر ليونة. فعشان كده لازم نتعلم او نتعرف على ان المعجون بيتكون من 3 حاجات. اول حاجة جسم المعجون او البودرة اللي مصنوع منها المعجون، ومواد للتماسك او الربط، وكمان الوسيط اللي هو المادة اللي بنقلب بيها المعجون او بنخلط بيها المعجون. النهاردة ان شاء الله هنشوف شكل العبوة عامل ازاي، وهنشوف ايه البدائل المتوفرة ونقدر نجيب الحاجات دي منين. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم نقوش كريمة بقوش. زي ما قلت لكم النهاردة هنتعلم ازاي نعمل المعجون البارز، ومعانا كمان 2 من البدائل اللي سهل جدا ان احنا نحصل عليهم، وكمان نطلع نتيجة هايلة جدا زي ما هتشوفوا معايا. تابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله، وهتشوفوا التأثير بتاع كل نتيجة من دول عامل ازاي، وانتوا بنفسكم اللي هتحددوا انتوا محتاجين تشتغلوا بأني مادة. ما تعطلوش نفسكم وابدأوا بأي خامة معاكم. يلا بينا نبدأ. احنا معانا النهاردة 3 مواد سهل جدا الحصول عليهم. اول حاجة بودرة الاطفال، اي بودرة للجسم زي ما انتوا شايفين كده، حتى لو انتهت الصلاحية تقدروا ان انتوا تستخدموها. هاخد منها مقدار واحد بس. الحاجة التانية معايا وهي الجير المطفي اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم. طبعا ده بيحصل له عملية طفي، بيكون كربونات الكالسيوم، ولما بيحصل له طفي بالماء بيتحول لهيدروكسيد الكالسيوم. وده مادة آمنة جدا ومادة صحية، ما تخافوش منها ان انتوا تستخدموها. ومعايا بقى البودرة بتاعة المعجون، ده اسمه معجون ممتاز، والمعجون ده بيكون اساسه اسمنتي. فانا واخدة كوباية من كل نوع زي ما انتوا شايفين، وده شكل الشكارة بتاعته اللي ممكن تجيبوها بيه، سواء بالكيلو او بالشكارة حسب ما بتستخدموا. تاني مادة بنستخدمها معانا وهي الغراء. تقدروا تجيبوا اي نوع من غراء الاخشاب المتوفر عندكم، وتاخدوا منه مقدار واحد زي ما انتوا شايفين، معلقة كده على كل واحد من البودرة اللي احنا بنستخدمها. طبعا تفاعل المعجون كل بودرة من دول مع المواد الرابطة او اللي احنا بنحطها بيكون بيختلف، وعلى الاساس ده احنا هنزود كمية المادة السائلة او الوسيط اللي احنا هنستخدمه اللي هو المية، علشان خاطر نعرف نخلط. المكون الثالث معانا دلوقتي وهو مادة الاكريليك، وده اكريليك مط زي ما انتوا شايفين GLC 3030. هناخد منه برضو معلقة لكل واحد من المقادير اللي معانا زي ما انتوا شايفين كده، نفس الكمية متساوية على كل نوع من البودرة اللي احنا هنستخدمها، وهنشوف النتيجة هتكون محتاجة ايه معانا. ودلوقتي بقى هنقوم بالخلط، ولكن قبل الخلط ده احنا هنضيف لون على كل واحد من المعاجين اللي قدامنا دي، عشان تعرفوا الفرق والنتيجة بتاعت كل واحد منهم. ولكن انتوا لما تيجوا تشتغلوا هتبقوا عايزين تعملوه لونه ابيض عادي او تلونه باللون اللي انتوا عايزينه دلوقتي، بس عشان تعرفوا الفرق. ودي الادوات اللي ممكن تستخدموها، وانا بفضل ان انتوا تستخدموا اي كارت او بطاقة قديمة. هنبدأ نخلط، والبطل بتاعنا النهاردة هو الخلط. زي ما انتوا شايفين المعجون الاسمنتي احنا هنحط له اللون اللي هو المنت ده، او درجة من درجات الاخضر. طبعا احنا حاطين درجة غامقة شوية، ولكن طبعا مع البودرة اللي موجودة دي هيكون فاتح. والجير المطفي هنحط له اللون الازرق، عشان تكونوا عارفين النتيجة بتاعت كل واحد من المعاجين، النتيجة بتاعته هيكون شكلها عامل ازاي. وبودرة الاطفال هنستخدم اللون البينك ده، وبرضو عشان تليق مع بودرة الاطفال. ويلا بقى بينا نبدأ نخلط المعجون بتاعنا. هنزود لكل واحد فيهم شوية من المية عشان يساعد على عملية الخلط. وطبعا انتوا اللي هتحسوا بالمعجون وانتوا بتخلطوه
اكتر ما تكونوا ان انا اقول على مقادير معينة ونحط كام سنتي مية والكلام ده. انتوا هتحسوا بايدكم وهتعرفوا المعجون عايز ايه بالظبط. الاداة اللي بستخدمها دي بتتباع مع في الاسواق بتاعه الرواعي عند المكن كده، علشان خاطر تزودوا بيها ميه حبه حبه من غير ما تدلقوا كتير. وممكن ان انتوا تستخدموا مثلا سرنجة او تحطوا بالمعلقه الميه واحده واحده كده عشان تحصلوا على القوام اللي انتوا محتاجينه. خلاص هنبدأ نخلط كل العناصر بتاعتنا دي، كل طبق لوحده، هتشوفوا النتيجة معايا. طبعا لازم نكون عارفين ان الخلط ده بياخد فترة كبيرة، وانا مسرعة الفيديو وكمان شايلة منه اجزاء عشان خاطر الوقت بتاعكم، ولكن انتوا هتفضلوا تخلطوا في المعجون بتاعكم لغاية ما يكون مفيش اي تحبيبة في المعجون بتاعنا ويكون ناعم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا بس عشان وقتكم مش هطول عليكم، وهوريكم بس ان احنا بنخلط وبنزود مية بالراحة جدا على قد ما بنحتاج او على قد ما بنشوف المعجون محتاج. بنحط مية نقط بسيطة جدا وبنبدأ في الخلط ونخلط كتير جدا لغاية ما كل المكونات تمتزج مع بعض ويبقى القوام بتاعها كريمي، واللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. ده كده اللي معمول ببودرة التلج، وده اللي معمول بالجير المطفي زي ما انتوا شايفين. ده القوام بتاعه حلو جدا، وده اللي معمول بمعجون ممتاز. هتبصوا تلاقوا القوام بتاعه تقيل شوية وفيه يعني في مطاطية كده شوية، ودي برضو حاجة حلوة. يلا بقى نشوف تأثير كل من المعاجين دي على الورق الكرافت ده. هنطبق مع بعض وهنشوف النتيجة. انا هاخد قطعة من المعجون اللي معمول ببودرة المعجون ممتاز، وهبدأ اشغلها على السكينة دي يعني او الكف ده. طبعا بنشغل المعجون كده عشان لما نيجي نفرده يكون الفرد بتاعه كويس. خلاص، واخد بقى بالناحية اللي تكون مستقيمة، واحط قطعة من الاستنسل بتاعي ونثبت الزاوية على الزاوية بالشكل ده، وهنبدأ نطبق المعجون بتاعنا. خدوا بالكم لو حسيتوا ان انتوا المعجون من فوق مفهوش النعومة اللي انتوا عايزينها، ممكن تدوا رشة كده بالبخاخة بالمية او بالفرشة وتمسوا بيها بس على السطح بتاع المعجون لو انتوا عايزين السطح يطلع ناعم. خلاص هنبدأ نطبق الشكل بتاعنا او نطبق المعجون على الاستنسل بتاعنا. هنثبت بس كويس ونبدأ نوزع المعجون على الاستنسل، وهنعمل الموضوع ده في الثلاث قطع اللي معانا، وهنجرب كل معجون منهم وهنشوف النتيجة بتاعته بعد الجفاف هتكون عاملة ازاي. ان شاء الله هتشوفوا معايا كمان مش في الاستنسل بس، احنا هنجرب المعجون لو استخدمناه على طول بسكينة المعجون زي ما او سكينة الالوان اللي احنا مستخدمها دي، ازاي نستخدمها، وكمان لو حطينا منه طبقات تقيلة هيكون المعجون عامل ازاي. مش الموضوع مش هيقتصر على الاستنسل بس. زي ما انتوا شايفين انا باخد الجزئية بس اللي انا محتاجاها وببدأ اغطيها بالمعجون بالشكل ده، اوزع المعجون واخليه السطح بتاعي ناعم باي كف زي ما انتوا شايفين. لو عايزة زي ما بقول انعم المعجون كده، بجيب فرشة فيها مية بسيط وامشي على وجه الستنسل وارفع كده بالراحة. شايفين الاجزاء اللي هي نزلت دي ان شاء الله هنشيلها لما ينشف وهنشوف الثبات بتاعه عامل ازاي. برضو هنا انا محتاجة اخد جزء معين من الرسمة، فهنتعلم ازاي ناخد الجزء ده. هنجيب الورق بتاع الدوكو او لزق الدوكو ونثبت كده ونبدأ نغطي الاجزاء اللي انا مش عايزاها تظهر معايا بطريقة سهلة جدا، وهتاخدوا الشكل او العنصر بس اللي انتوا محتاجين تشتغلوا عليه، ونبدأ نطبق المعجون على السطح. زي ما انتوا شايفين لازم اشغله كويس على الكف وبعدين اخد منه وانزل على الاستنسل بتاعي. لو انتوا معايا لغاية دلوقتي ما تنسوش لايك واشتراك في القناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي بننزلها، وكمان تدعموا القناة في ان هي توصل لناس اكتر وتساعد ناس اكتر. زي ما انتوا شايفين بنفرد المعجون بحيث ان كل الاسطح تبقى متساوية والسمكات بتاعتنا متساوية، ونرفع بالراحة كده. وزي ما قلت لكم الاجزاء الزيادة دي هنحاول نشيلها لما ينشف. دلوقتي هنبدأ نطبق المعجون اكني هعمل ورد مثلا، ونشوف كل معجون منهم القوام بتاعه عامل ازاي والنتيجة بتاعته هتكون عاملة ازاي لما ينشف. يا ترى هيشقق
يا ترى هيكون ناعم، هيكون محتاج ايه بالظبط؟ كل ده احنا هنعرفه بعد التطبيق باذن الله. طبعا احنا قلنا البنك ده اللي هو معمول ببودرة التلج او بودرة المستخدمة للاطفال يعني، ودي سهلة جدا تلاقوها في اي بيت او تجيبوها من الصيدلية. ده لو احنا عايزين نعمل شكل ورد بالشكل ده. طبعا لما بتعملوا ورد بتحتاجوا ان انتوا تعدوا عليه دي بالفرشة عشان خاطر تدوا تأثير، وممكن كمان تجزعوا بأي حاجة او بأي أداة عندكم تعملوا تجزيعات في الورد او تدوا الشكل اللي انتوا عايزينه، وده كمان بيساعد على ثبات المعجون على السطح. ودلوقتي هنعمل تأثيرات بالسكينة كده عشان لو عايزين نعمل اي تأثيرات على اللوحة. ده المعجون اللي عاملينه بالجير المطفي، هتشوفوا النتيجة بتاعته اللي هو باللون اللبني ده. هنحط تأثيرات بس كده بالسكينة ونشوف برضو درجة الجفاف بتاعته هتبقى محتاجة ايه. وده المعجون اللي احنا عاملينه بيه معجون ممتاز، او المعجون اللي قوامه اسمنتي او اساسه اسمنتي. تمام، هنسيبهم ينشفوا ونشوف النتيجة بتاعت كل نوع منهم. دي النتيجة بتاعت الستنسل اللي احنا عملناه زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة شكله رائع جدا وملمسه حلو قوي. وطبعا الورق حاجة مرنة يعني زي الكانفاس برضو، لو حطينا على جسم مرن هنشوف ازاي هو ما بيتأثرش وازاي كمان ما بيقعش من على الورق ده. يعني هيكون ان شاء الله التصاقه حلو جدا على الكانفاس زي ما انتوا شايفين. ده اللي معمول برضو بالجير المطفي اللون اللبني ده. تعالوا نحاول نشيل الزيادة اللي وقعت هنا معانا. طبعا دي سكينة معجون المفروض او سكينة الوان، يعني المفروض ان هي حادة زي ما انتوا شايفين. انا عمالة اخبط فيه واخبط بالجنب كمان وبحاول اكسر فيه، ولكن هو مش راضي يتكسر خالص. وكمان لو حاولت اشيله مرة واحدة كده هيطلع بيه جزء من الورقة، فده معناه ان الالتصاق بتاعه حلو جدا. بالعافية اهو في جزء طلع، ولكن بقت الكتلة موجودة ومش راضية تتكسر معانا. فدي نتيجة هايلة ان احنا واصلين ليها. ده طبعا لو على الكانفاس. لو عايزين طبعا نعمل طبقة زي دي، شايفين السماكة بتاعتها وبرضو الجزء مش راضي يتشال. ملمسه حلو قوي على فكرة. انتوا طبعا هتجربوا بايدكم وهتشوفوا التأثيرات اللي انتوا عايزينها. وعندكم كمان كل المواد دي سهل جدا ان انتوا تحصلوا عليها. طبعا المعجون اللي هو الجبسي او اسفة المعجون الاسمنتي ده معجون ممتاز. ده بيجي من عند الموان هو والجير المطفي. الموان اللي هو بتاع الدهانات، عشان طبعا في ناس بتشوفني من بلاد مختلفة فبيكونوا مش عارفين الاسم، فانتوا قولوا لهم جير مطفي. او المعجون بتاع الحوائط برضو معجون الجدران. ودي طبعا بودرة التلك زي ما انتوا شايفين برضو الجزء اللي ناشف عليها مش راضي يطلع خالص، وتأثيرها حلو قوي زي ما انتوا شايفين. شكله رائع والله. دي كانت النتيجة اللي وصلنا لها بالاستنسل. تعالوا بقى نشوف اللي عملناه ككتل. زي ما انتوا شايفين المعجون الاسمنتي ما حصلوش اي حاجة، نشف والجسم بتاعه حلو. المعجون اللي معمول بالجير المطفي زي ما انتوا شايفين فيه تشقق شوية، فده كده علاج الجزئية دي. مش ان احنا نغير البودرة، ولكن ممكن نزود نسبة الاكريليك في بودرة التلك والجير المطفي. نزود نسبة الاكريليك، وممكن كمان تزودوا سنة بسيطة من الغرق وتعجنوا. وبرده زي ما انتوا شايفين اللي احنا عملناه على الاستنسل ما حصلوش اي تشققات ولا حاجة، ولكن انتوا ممكن تعالجوا الجزئية دي ان انتوا تزودوا نسبة الاكريليك، فهيزود نسبة المرونة وما يحصلش اي تشقق. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا حفظتهم ان انا رشيت على كل واحد فيهم شوية من المية بالبخاخة وحطيتهم في كيس وقفلت عليهم. طبعا طلعنا الهواء اللي من الكيس. دي طريقة الحفظ بتاعهم، وهيفضلوا ان شاء الله شغالين معاكم فترة. اهم شيء ما يتعرضوش لاي هواء، وهتقدروا الكمية اللي تعملوها ان انتوا تحتفظوا بيها وتشتغلوا بيها مرة تانية. لو انتوا لسه معايا لغاية دلوقتي ما اشتركتوش في القناة متنسوش تشتركوا، اكتبوا لي رأيكم. لو في اي اسئلة عندكم اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله احاول افيدكم على قد ما اقدر. تمنياتي ليكم بالتوفيق، وانتوا كمان ادعوا لي دعوة حلوة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني.